اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. النهارده انا طالع اقول لكم مبروك تاهل منتخب مصر العظيم برجالته بشبابه بابطاله. كمان انا في شيء انا مستاء منه جدا، الا وهو الحمله الغير مبرره على نجم منتخب مصر محمد صلاح. انا طبعا مش مجالي ان اتكلم في مجال الرياضه ومجال الكوره، بس انا كراجل مصري بحب منتخبي بحب بلدي، دايما مشجع ودايما داعم لمنتخب مصر والفريق. وانا شايف ان اتعادلنا مع غانا. غانا فريق مش ضعيف. ابتدت الهجمات تنهال على لعيبه المنتخب وعلى فيتوريا وعلى محمد صلاح. يا جماعه محمد صلاح راجل نجم كبير قوي. يعني تخيلوا انتوا لما بنبقى بره بنقول احنا من بلد محمد صلاح. محمد صلاح شرف فعلا. قدر يصنع تاريخ مفيش لاعب عمله قبل كده. فالهجمات الغير مبرره على نجم المنتخب المصري الغرض منها حاجه واحده، الا وهو النيل من هيبه مصر وتحطيم اللعيبه وتحطيم حلمهم. في بعض اللعيبه متخاذله او لسه ما دخلوش في جو المباريات. انا مش محلل رياضي او محلل كوره، بس انا بتكلم من منطلق ان انا بحب بلدي. ارجو من كل الساده المشاهدين اللي معانا على الفيديو دلوقتي، ارجوكم كلنا ندعم منتخبنا مصر، وان شاء الله احنا في النهائي، وان شاء الله هتبقى التامنه. لو فكرتوا معايا في 2006 احنا بدينا البطوله باداء متواضع. 2008 اداء برضو متواضع رغم ان احنا كنا حاملين اللقب 2006. 98 2010 البطولات اللي احنا دخلنا وخدنا فيها العلامه الكامله التسعة بوينت، ما كملناش، طلعنا من الادوار اللي بعديها. فأتمنى من حضراتكم كلكم دعم منتخبنا، ندعي لأولادنا إن هم يرجعوا لنا بكاس البطولة، ونتمنى دايما النصر لمصر. وقفوا بقى السادة الموجهين طبعا احنا لا أحد ينكر إن محمد صلاح رجل وطني، رجل عظيم، رجل كلنا بنحبه. فأرجوكم بدل ما تكسروا في مقادفهم زي ما بنقول أو تحطموا فيهم، دعموهم. احنا مستنيين منكم الأحسن. أنا كان أمل كبير النهاردة، وكنت عارف إن ربنا هيكرم منتخب مصر على رجل النجم تريزيجيه ومصطفى محمد، لأن تريزيجيه لعيب فخامه قوي، فخم قوي، لعيب شيك جدا في الملعب، لعيب صاحب فكر. احنا كان ينقصنا عفوا الماتشين اللي فاتوا بتاع موزمبيق وبتاع غانا تلاحم التفاهم بين اللعيبه، الخطوط مش مترابطه. زائد انا ليا تعليق فظيع على الشناوي مش احسن حالته، مش في احسن حالاته. وانا شايف ان بديل الشناوي افضل حاليا من الشناوي. يا جماعه احنا بنلعب باسم مصر، وصلاح قالها ده منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح. فارجوكم الشناوي مش حكر عليه ان هو يكون حارس مرمى مصر وهو مش في المستوى. طبعا الشناوي رجل تاريخ وعظيم، وجاب لنا بطولات كتيره مع النادي الاهلي بصدات ضربات الجزاء، وفرحنا بيه. بس انا شايف ان الشناوي مش في المود، في حاجه شغلاه، مش هو ده الشناوي. طلعات الشناوي مش حلوه، تسديدات من الخارج عليه مش حلوه. فانا عايز كلنا نصلي وندعي ونقول يا رب النصر لمصر. فارجوكم كلكم معانا، كلنا داعمين منتخب مصر. شفنا منتخب الراس الاخضر، شفنا قد ايه
منتخب قوي، منتخب لسه منتخب يعني واحد يقول لك هو ايه راس الأخضر احنا ما بنسمعش عنه. لا دي غلبت غانا، اتعادلت، غلبت غانا وغلبت موزمبيق واحنا كنا هنكسبها لولا الحكم الجنوبي الافريقي كان ليه راي اخر. انا شايف ان كان من ضمن المتسببين النهارده في التعادل هو الحكم جنوب افريقي، حكم سيء جدا. دايما احنا متعودين المنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه عارفين ان التحكيم بالنسبه لنا تحكيم يعني دون المستوى بالنسبه لمنتخب مصر. كمان انا ليا تعليق على اخواتنا في تونس، اداء ليس بالقوي او اللي احنا منتظرينه من منتخب كبير. كمان الجزائر مش هي دي الجزائر، ولكن في منتخب اسمه منتخب المغرب اسود الاطلسي، فعلا منتخب مشرف، منتخب قوي. بس اتمنى ان اللي يوصل النهائي منتخب مصر. انا بحب كل الدول، انا كلنا بيربطنا قاره واحده، مواليد تراب واحد، ارض واحده، هي قاره افريقيا. بس برضو انا دايما بنحاز لبلدنا وبنحاز لمنتخب مصر، حتى لو المنتخب قدم اقل من هذا المستوى. ولكن احنا نمتلك رجاله، عندنا 11 لعيب رجاله وقفوا، وحتى الغلطات اللي ارتكبها الشناوي خلاص احنا دخلنا تاني مجموعه، كسبنا زي بالتعادل بتاع موزمبيق وغانا، احنا تأهلنا تاني مجموعه بالاهداف وبالمواجهات المباشره. عشان حد يقول لك طب انت تأهلت تاني مجموعه ليه؟ طب ما نقاطك هي نقاط غانا مثلا، هقول له لا، نقاطك هي نقاط موزمبيق، اقول لك لا، انت فريق حاصل على 3 نقط من 3 تعادلات. الراس الاخضر كسب موزمبيق وكسب غانا، فاملنا كبير في ربنا، املنا كبير في دعمكم، في مساندتكم لشعب مصر. كمان باين توتا مينا دخلت معانا اهي، تحيا مصر تحيا مصر. انا اشكرك على وطنيتك يا فندم. ملاك ويليام فازوا بدعاء المصريين فقط، طبعا وهنفضل ندعي وهنفضل نقول النصر المصري يا رب، النصر المصري يا رب. كل الدعم وكل طبعا في بقى يعني يا جماعه برضو انا مش عايز ادخل في نقطه الفنيات، انا مش يعني انا كنت بلعب كوره في النادي الاهلي على فكره زمان، و اعرف بعض التكتيكيات. يعني انتوا حتى في اللعيب التكتيكي انتوا نزلتوا عليه فحت وردم زي ما بيقولوا، اللي هو في الماتشين اللي فاتوا محمد النني. على فكره محمد النني لعيب تكتيكي من الطراز الاول، ده لو هنتكلم بقى من الناحيه التكتيكيه. ولكن يا جماعه بصوا، اتفرجوا على ماتش موزمبيق، اتفرجوا على ماتش غانا، للاسف ان محمد النني كان بيلعب بمفرده. احنا بنقطع في فروه اللعيب ليه؟ وبعد كده نطلع نعايب ونقول ده بقى له سنتين ما بيلعبش في ارسنال. كلام مش حلو، ده بالعكس، ده اللي عنده نص محمد النني بيدعمه. يعني احنا شايفين لعيبه الراس، يعني نسبة المحترفين في منتخب الراس الأخضر أكتر من نسبة المحترفين في المنتخب المصري، بس تمن القيمة التقديرية للاعيبة المنتخب المصري قد منتخب الراس الأخضر 20 مرة. ده أنت بقى لو هنتكلم بقى بالحسابات وبالأرقام. بديع لطفي ألف مبروك وتحيا مصر، الله يبارك فيك. وفوز يعني ده تعادل بطعم الفوز. احنا كان المفروض يا جماعه الماتش ده نطلع منه على الاقل خالص 4-1 لينا مكسب، ولكن بنقول لسه برضو ايه، امام عاشور لسه رجله يعني خلاص ظبطت اهي، لسه مصطفى محمد غلطه 2 3 ظبطت في الرابعه. فندعم منتخبنا، نقف جنب فريقنا، برضو هنقول تحيا مصر يا جماعه. لازم تكونوا فاهمين، ويعني في وجهه نظر لازم تبقوا شايفينها، الا وهي ان في بعض المتربصين من اعداء الوطن عايزين على طول باستمرار يكسروا في مهاديف اللعيبه. صلاح مش عارف هرب، صلاح مش عارف. يا جماعه ده محمد صلاح
ده محمد صلاح السنغال عندها اقل من محمد صلاح، اسمه ساديو ماني، عاملينه سلطان، يقولوا احنا من بلد ساديو ماني. لكن فرعون المصري اللي مشرفنا في المحافل الدوليه نطلع نقول عليه بقى ده بيهرب، ده بينط من المركب قبل ما تغرق. ليه؟ وهفكركم بحاجه، البطوله اللي فاتت صلاح لعبها وهو مصاب، 2019 اللي وصلنا فيها النهائي محمد صلاح كان مصاب، واللي جايب لك صوره ميسي صوره كريستيانو وهو قاعد وهكمل، واللي يطلع يقول لك اصل كابتن حسام حسن ده لسه كابتن حسام حسن ده في ده المفروض انا اعمل عليه حلقه لوحديها. حسام حسن يا جماعه احنا دلوقتي عندنا كل المنتخبات المشاركه المدير الفني بتاعها مدير وطني. اشمعنى احنا جبنا فيتوريا يا جماعه؟ عندنا واحد اسمه حسام حسن بقى، ولا احنا خلاص بقى عندنا عقده الخواجه؟ حسن شحاته جاب 3 بطولات متتاليه 2006 و8 و10. انا في وجهه نظري حسام حسن لازم يسافر كوت ديفوار، لازم يبقى متواجد مع المنتخب. حسن شحاته لازم يكون متواجد مع المنتخب، مش شرط الدعم الفني، الدعم النفسي. احنا لما لعيبتنا دايما علمونا حاجه، انه ما بيلعبوش غير تحت ضغط، لازم يبقى في حافز نفسي. هنفضل نكسر فيهم، ما احنا كسرنا فيهم في 2019 وصلوا النهائي، واتهزمنا برضه بسبب صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني، واحنا فاكرين مكاري جسامه مش هنتكلم. يعني كان المفروض مصر معاه 8 بطولات مش 7، ولكن التحكيم الافريقي له راي اخر. ان شاء الله احنا داعمين لمنتخبنا، وان شاء الله التامنه جايه والتامنه قربت، والولاد ابتدت خلاص فهموا بعض، عارفين بعض، مش هنفضل نكسر في بعضينا بقى. واحب اقول لكل اللي معايا، انا شايف ان معظم اللي معايا من اخواتنا السيدات برضو، انا عايز اقول لكم على حاجه، المطوشه اللي جايه يا جوه يا بره، يا تأهل للدور الثمانيه يا بره البطوله. فهندعم منتخبنا عشان يدخل لدور الثمانيه، ولا هنفضل بقى نكسر فيه؟ نفضل نحطم معنويا في محمد صلاح، نحطم معنويا في محمد النني. مفيش حد من ضمن اللي قالوا على محمد صلاح ساب المركب ونط وطني اكتر من محمد صلاح. الواد ده مظلوم، الواد ده مظلوم. وفي بعض الصفحات وبعض المواقع متربصه له. يا جماعه ده عنده مزق في الرباط في العضله الخلفيه، نوصله لحد ما يبقى قاطع في الخلفيه نقعده؟ بالعقل وبالمنطق. محمد صلاح وصلنا في 2019 للنهائي بطوله، وبعدين عمالين نقارنه. ميسي ما خدش كاس العالم غير لما بقى معاه منتخب محترم، لعيبه كلها عندها الحافز انها تاخد كاس العالم. كريستيانو لعيب جميل جدا، قوي جدا، عظيم، 39 سنه بيأدي زي ما يكون عنده 19 سنه، لعيب قوي، لعيب ممتاز. ولكن البرتغال، فاكرين كاس العالم اللي فات لما المدير الفني بتاع البرتغال طلعه، رجع بلدهم ماشي على طول. الولاد دول يا جماعه بيلعبوا بقلوبهم، يعني محمد صلاح ده مش بيلعب برجله، ده بيلعب بقلبه. وجود محمد صلاح او اسم محمد صلاح وسط قائمه منتخب مصر، حتى لو على دكه الاحتياطي، حتى لو في المستشفى وبيتعالج، برضه رعب للفرق المنافسه.
ندعي له بالشفاء العاجل، ندعي له ان ربنا يكرمه ويخرس كل الألسنة اللي شككت في وطنيته. مفيش حد يا جماعة بيشجع منتخب مصر ويرفع العلم ده ويقول على محمد صلاح خاين. محمد صلاح مصر قدمت له كتير وهو قدم لمصر كتير. افهموا المخطط المحاك لدغدغة نجم منتخبنا الأول. صراحة اللي أنا شفته النهاردة، كل لعيب في منتخب مصر محمد صلاح، إمام عاشور، تريزيجيه، حتى برضو الشناوي اللي عليه تعليقات كتيرة. يعني الشناوي مش في أحسن حاله، بس هو حارس مرمى عظيم مما لا شك فيه، بس هو مش في أحسن حالاته. في مشكلة نفسية يا جماعة. حسام صدقوني، حسن شحاتة وحسام حسن، أنا في وجهة نظري كان المفروض الاتحاد المصري على الأقل يقطع لهم تذكرتين ياخدهم كوت ديفوار، يبقوا موجودين. في حاجة في الاتحاد الكرة المصرية أنا مش فاهمها ومش حاببها، مش حاببها تماما. أنت عندك حسام حسن يبقى المدير الفني والإشراف بتاعه اللي يشرف بقى عليه حسن شحاتة. حسن شحاتة جاب 3 بطولات بالحافز النفسي. احنا اتعودنا منتخب مصر ما بيلعبش غير تحت ضغط نفسي. لازم يكون في حافز، لازم يكون واحد فاهم لهجتي وفاهم لهجته. اكلم اللعيبه تكلمني، لهم شدوا حيلكم، في 110 مليون مصري مستنيين يفرحوا. اول ما الاعلام ابتدى يفوق لنفسه وعرف ان انتوا بتدغدغوا في منتخبنا، ابتدوا يصلحوا. ولكن برضو الحرب ما زالت مستمرة على نجم الفريق محمد صلاح. بنحبك يا صلاح، بنحبك يا صلاح. ناخد معانا مامة يوسف وجوليسيا. محمد صلاح لاعب مصر، ربنا يشفيه. احلى تعليق، ربنا يشفيه ويكمل شفاه على خير. وان شاء الله محمد صلاح يلحق دور ال8. احنا لاعيبتنا جامده قوي، وخلي بالكم مش اللعيبه والكلام دوت، لا، ده يا جماعه، ده اللعيبه لما بتمسك العلم بينتابها حاله رهيبه من الاصرار على الفوز والنصر. اتمنى ندعم توتامينا. ربنا معاك يا محمد صلاح ويشفيك ويعافيك يا رب، امين. كل دعوات المصريين لمنتخبنا الوطني الاول اللي مشرفنا فعلا النهارده. المنتخب شرفنا. ملاك ولي برضه فازوا بدعاء الوالدين. يعني افضل ادعي يا استاذ ملاك وانا هفضل ادعي. بلدنا وبنحبها. الكرة دي يعني تقدر تقول لي يا استاذ ملاك انت ما لعبتش كرة؟ مفيش واحد في مصر ما لعبش على جيلنا احنا على الاربعينات والكلام ده ما مسكش كرة شراب ولعب بيها. احنا كنا بنجيب الكرة ونعمل عليها خيط كده سفنج. ما كانش فيه فلوس بقى زمان، بقى كنا على قد حالنا. كنا نجيب كوره ونعملها سفنج ونفضل نلعب في الشارع. يا بس كانت ايام ايه. احنا كنا نجومنا بقى اللي كانوا بنفخر ان دول مصريين وعظام. الخطيب، فاروق جعفر، مصطفى عبده، يعني لعيبه من العيار التقيل قوي قوي. هناخد برضو بعض التعليقات. ربنا ينصر مصر دايما، امين يا رب. يا رب النصر دايما لمصر، النصر دايما لمصر. وربنا يشفي محمد صلاح. والنهارده لما مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه جابوا الفانيلا رقم 10 بتاعت محمد صلاح. اللعيبه حاسه وفاهمه ان النجم بتاعنا معمول له خطه لذبحه. اللعيبه اللي بتجري، اللعيبه اللي في الشارع، اللعيبه اللي حافظه بنبض الشارع.
اوعوا تفتكروا كل كلمه انتوا بتكتبوها على منتخب مصر اللعبه ده خلاص دلوقتي كل لعيبه معاها تليفونات. الكلمه نور وبعض الكلمات قبور. اتمنى انهي مقولتي بهذا البيت الشعر، ولازم نفهم ان ممكن الكلمه اللي تحفز توصلنا للنهائي وناخد البطوله. ممكن كلمه تهد كيان منتخب مصر كله. اتحاد كرة القدم المصري فاشل؟ ايوه فاشل. اتحاد فاشل بجميع المقاييس. وبرضه هناخد البطولة دي وهنجيب اللقب الثامن بدعاء كل المصريين، مش بإنجازات اتحاد الكورة، لأنه فاشل. لأنه فاشل وعقيم مش مجدد. اهو استاذ ملاك بيقول كنا موهوبين صدقكم فعلا، بس ما لقيناش فرصه. على الله غيرنا يلاقي الفرصه. يا رب يا رب اللي احنا ما حققناهوش. و اتمنى ان اولادنا يحققوه. الكوره في دمنا، الكوره طالعه في دم اولادنا. يعني انا بقعد العب كوره مع يوسف بوريله السكروب تتعمل ازاي، يعني الهاف تتعمل، تطلع تاخد الكرة بدماغك ازاي، توقف الكرة وهي جايه لك من فوق. الكرة في دمنا. يعني انا برضو بعتذر ان انا طالع اتكلم في تحليل كوره والكلام دوت، لان انا قدامكم انا راجل محامي والكلام ده ما ينفعش اتكلم في كوره. بس انا مصري، وبحب المنتخب بتاعي وبحب لعيبتنا، ومش عايزكم تمسكوا السكينه وتقطعوا وتنهشوا في اللعيبه. اللعيبه ادت عندنا 11 لعيب، 27 راجل، 27 راجل. واوعوا تفتكروا ان دكه الاحتياط لا، رجاله برضه، رجال اللي شارك واللي ما شاركش رجاله. الروح يا جماعه، نديهم الحافز، نديهم الروح. ده الطلب الوحيد اللي بطلبه منكم. وبلاش نفضل بلاش الهجوم اللي قبل المباريات. خلاص بقى هم عرفوا ان في 110 مليون مصري قاعدين باصين شايفينهم. الغلطه الجمهور بيحاسب عليها. يا جماعه برضو لازم تفهموا. انا بقول بقى لابطالنا الرجاله، الابطال اللعيبه، يا جماعه احنا دمنا بيتحرق. يعني ابقى قاعد مثلا مع ناس بتفرج على الماتش، ممكن اروح شايط الترابيزه اللي قدام، داخل بتقمص ان انا لعيب. كلنا يا جماعه وراكم، كلنا داعمين ليكم وبنحبكم، وبنحبك يا محمد يا صلاح، بنحبك يا صلاح، بنحبك يا صلاح. وما تسمعش لكل اللي بيهاجمك مش بيهاجمك انت. اللي بيهاجمك انت ده عايز يكسر ويفتت الفتيل، او يفتت النسيج الواحد بتاع منتخبنا. ارجوكم صفحه وقفلناها، اخطائنا وعرفناها، دفاعنا وحش، خط النص مش احسن حاجه، الشناوي مش احسن حاجه، كهربا اتمنى ان هو ينزل في الشوط الثاني، ويا ريت ما ينزلش في اول الشوط الثاني، يعني ينزل في اخر الشوط الثاني، يعني اخر ربع ساعه ينزل. كهربا هيأثر. لكن انا شايف ان اللياقه البدنيه بتاع كهربا مش حلوه. الاحتكاك بتاعه يعني كويس برضو، مش هنقول مش حلو، لا هو حلو، لعيب كويس ولعيب من الطراز التقيل. داعمين لكهربا برضو، داعمين لمحمد النني برضو. النني يا جماعه محدش يحاسبه ومحدش يعني يمسك له السكينه، لان النني لعيب تكتيكي صدقوني. واللي بيلعب كوره، اللي لعب كوره يعرف يعني ايه لعيب تكتيكي. النني انت مكلف بالحته دي. لو لاحظتوا في ماتش موزمبيق وماتش غانا، النني لوحده في نص لوحده. ده عيب النني؟ مش عيب النني، ده عيب خطه، عيب مدير فني. بس برضو احنا بنقول ربنا سترها وكملها على خير، عشان كلنا بقى ما يجي لناش سكر وضغط وقلب، واللي يجي له سكته قلبيه. يا جماعه احنا شعب مصري، احنا مجانين كوره، بنعشق. اقول لكم
الكوره هي المنفذ الوحيد لينا. في ايه تاني؟ انتوا يعني يا ابطال مصر بتحرمونا ليه من الفرحه؟ احنا وراكم وداعمينكم. ارجوكم الدور 32 خلص، احنا في دور ال 16 عايزين نوصل للثمانيه، ومن الثمانيه عايزين نوصل لاربعه، ومن الاربعه نوصل للنهائي. انتوا رجاله، انتوا ابطال، انتوا قدها. شدوا حيلكم، كلنا وراكم. واخيرا وليس اخرا، نردد جميعنا خلف القياده السياسيه، الرئيس المحبوب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بيكم وليكم. واراكم في فيديو قريب ان شاء الله، ان شاء الله لما نوصل دور الثمانيه. سلام، مبروك لمصر. باي.